راجل انت كده يعني، شبح انت كده، مفيش منك اتنين في البلد يعني. انت الوحيد اللي بتفهم كوره. لما تقعد تشتم في المنتخب وتقلل من قيمه اللعيبه وتتريق عليهم وعلى المدرب وعلى الجهاز الفني، انت كده شبح. انت كده اللي بتفهم في مصر. والله ولا بتفهم ولا اي حاجه. المنتخب في مهمه وطنيه، اتعادل اول ماتش وتعادل الماتش التاني. ايه المشكله؟ المشكله عندك في ايه؟ منتخب الاردن ان احنا رايحين نلعبوه؟ انت كل مشكلتك ان الاردن كسب ماتشين وانت خايف منه، صح؟ ولا تشغل بالك ولا تقلق. مش كابتن حلمي طولان موجود؟ بس كده خلاص، خد دي كده. كابتن حلمي طولان بعد اذنك يعني، عشان عارف ان انت هتروح هناك مش هتلحق تاخد فيها، فخد دي. خد فيها يعني مش يعني، خد حطه في يعني اللي هتشيله حطه في الشنطه، مش عشان النيات بتلف. مش تاخد فيها اللي هو يعني تبقى انت يعني. لا ده انت سيبك من دي خالص. اركن دي، اركن دي، جايز ما تكفيش. خد دي، دي احلى يعني واكبر برضه. بص تاخد قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله، طول اهي. فانت ممكن تاخد فيها برضه براحتك، تاخد في الشنطه. معلوماتي وقصدي كلامي ان انت تاخد في الشنطه، ما تاخدش في حاجه تانية. لان منتخب مصر مش اي حد يتكلم عليه ولا اي حد يجيب سيرته. احنا بسم الله ما شاء الله علينا يعني. سلام عليكم. هو كل واحد فينا 12، كل واحد فينا كسب منهم 6 والباقي شكرا سبحان الله. هم 23 بونت واحنا 22، يعني هم مركز تاني واحنا مركز تالت. عندنا ماتش مع بيراميدز الماتش اللي جاي في السوبر المصري، ودلوقتي احنا عندنا الفنا مصاب والمدرب لسه ماشي، وجايبين احمد رؤوف وده اول ماتش ليه مع طلائع الجيش، وكسبانين 3-0 ورايحين نلاعب مين؟ بيراميدز. الاهلي اللي هو اصلا اتعادل النهارده وخسر النقطتين اللي انت عايز نطلع اتريق عليه بعد ما تعادل مركز تاني. فده في كلام يتقال وكلام ما يتقالش. يعني في بلوه يعني تبقى انت متداري منها، وبلوه ما تتدراش. يعني في بلوه عادي تعدي، بلوتي ان انا مركز ثالث دي تعدي، انما البلوه ان انا راح العب بيراميدز الماتش الجاي واللعيب مصاب وما عنديش مدرب، واحمد رؤوف ده لسه اول ماتش النهارده، فانا رايح فين؟ انا جاي منين؟ انا هعمل ايه؟ ده مش وقت ان انا اطلع اتريق على الاهلي خالص. هو اصلا ازاي ده هو مركز ثاني وانا مركز ثالث؟ واصلا بيراميدز هيكسب هيبقى مركز اول، هيبقى الخناقه بيني وبينك على المركز الثاني والثالث. ما تشغل دماغك، شغل دماغك، ما تبقاش زملكاوي كده ان الناس سايقاك، الناس تقول لك كلمتين في ودنك خلاص. اي حد من صفحات الزمالك ينزل كلمتين، الناس اللي ماشيين وراه على طول امين. ما فيش تفكير، ما فيش اي حاجه. يا عم افهم، انا ما ينفعش واحد فاشل يتريق على واحد ناجح. هو مركز تاني وانا مركز تالت، انا كنت مركز اول وهم كانوا مركز 15. عملت لك فيديو وقعدنا نتريق عليهم للصبح، ما عندنا مفيش اي مشكله بالنسبه لي. انما دلوقتي اطلع اقول ايه؟ انا اطلع اتكلم اقول ايه؟ انت حط نفسك مكاني، هنطلع نقول لهم ايه الناس دول؟ يعني هقول له اللي مركز تاني وانا مركز تالت الجو عندك عامل ايه النهارده؟ طب ولا اقول له ايه؟ طيب ما تشغل دماغك يا عم، ما تضحكش الناس علينا يا عم. بيضحكوا علينا هم بكل اللي فيهم ومشاكلهم وبلاويهم اللي من وجهه نظرهم كوارث، ولاعيبه مصابه ولاعيب مع حظ واقف ولاعيب مش عارف عنده فيروس وعندهم بلاوي متلتله، وهم في مركز تاني وانت في تالت. ما خليك في حالك انت بالله عليك. هم بكل المصايب، شفت المصايب قد ايه؟ وهم مركز تاني وانت ما عندكش الا المدرب ماشي وشويه فلوس من الدنيا متكعبله معاك، ولسه لعيب مصاب النهارده اهو وبتشتكي. طب ما تصبر. ما بص هو مستحمل ايه وانت في ايه؟ ما هي فرقه المليار. فين فرقه المليار؟ ما هي مش شغاله فرقه. هو جايب لعيبه بالكمبيوتر، هو جايب درونز بيشغلهم. ده بني ادمين زي ما انت بني ادم برضه. انت دي كوره، ده انت مش بتلعب على الكمبيوتر، مش ماتش، مش فيفا دي. ده في الملعب عادي. ده لعيب بني ادمين دي، ده بني ادم، فمعرض ان يبقى فيه اخطاء. بس هو لو عنده خطا يوم 2 شهر شهرين ما بيبقاش بالسنين. ما تحطناش في كوارث معاهم يا عم الحاج. ما احنا بقالنا كام سنه طالع ميتين وهم كل ده بياخدوا كل 3 سنين 2 افريقيا. يعني هنعمل ايه طيب؟ يا ريت عندنا نص مشاكلهم، يا ريت عندنا مشاكلهم كلها وعليها شويه كمان، واحنا نعمل اكتر منهم. بس انت شايف، انت عايزني اطلع اتكلم واتريق على الناس؟ اصلا ما ينفعش، ما فيش مجال ان انا اتريق عليهم. ده احنا ممكن نركب مسرح اسبوع قدام باللي هيحصل فينا الماتش الجاي من بيراميدز. هنعمل ايه احنا ساعتها؟ ما تخليكوا عاقلين كده وما تضحكوش الناس عليكم. ما تبقاش زملكاوي متخلف، خليك زملكاوي يعني عاقل بتفهم. لما حد يجي يكلمك قول له انا بتكلم ارقام. انا الاهلي مركز تاني وانا مركز تالت، انا متك على الصبر لحد ما ابقى مركز تاني وهو تالت، او هو ينزل تحت في الترتيب وانا اعلى، وساعتها سيبني انا هتصرف. انما انا اتريق عليه من دلوقتي بتحط نفسك في موقف وحش. يعني انت بتحط نفسك في موقف بايخ اصلا. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنتصرف ازاي احنا؟ ما لازم انت فرقتك يبقى في اجراء، انت لازم يبقى قلبك جامد وانت بتتكلم. هو مش اي هاري، مش اي هبد في توته العبد والموضوع بيعدي. خلي الدنيا تمشي كده حبي، ما تخليش الدنيا تبقى ازمه كده. ما تضحكش الناس علينا، عيب انت كبير. ما تبقاش زملكاوي يعني. شغل دماغك كده. والله ما قادر اتكلم. بس كابتن علي ماهر النهارده اللي شافه من الدقيقه 90 لحد نهايه الوقت الضايع والله لن ينساه طول تاريخه. اقسم بالله ما كان واقف في الملعب النهارده مبلم عينه كده.
يا كابتن علي قال له الراجل يا عيني اقسم بالله فقد النطق. تحس ان هو في حاجه غلط، هو مش مصدق يعني. سيبك ان الاهلي كسبان يعني، سيبك من موضوع ان الاهلي كسبان 2-1 دي، كده كده الاهلي كان هيكسب الماتش، واحنا عارفين ان الاهلي كان هيكسب الماتش وهيوصل لنهائي السوبر المصري انا عارف. بس كابتن علي ماهر يعني عمل كل اللي عليه، يعني هو عمل كل اللي عليه، وجت من عند الله في لمستين يد في ال 18 بتاع النادي الاهلي من بعد الدقيقه 90 لسيراميكا كليوباترا، والحكم ولا كانه شافهم. يعني هو بيبص للحكم عايز يقول له ارحمني، اوطي على رجلك ابوسها والنبي انا بلاعب والنبي يعني عايز اي حاجه يعني. الحكم لو حسب ضربه جزاء لسيراميكا كليوباترا الماتش اتقلب بقت 2-2، والعب بقى وقت اضافي، يا اما تلعب ضربات جزاء بقى وانت هتشوف ايام زرقاء بقى خلاص بقى. يعني سيراميكا كليوباترا انت اديته امل في الحياه ان هو يرجع تاني ويوصل مكانك النهائي. يعني كابتن علي ماهر اتصدم والله العظيم، اتصدم. يعني هحط لكم الصور في الكومنتات عامل كده مش يا جماعه في ايه؟ مين ده في والله لمستين يد في ال 18 بتاع الاهلي باينه. جمهور النادي الاهلي ذات نفسه هيقول الكلام ده في الكومنتات، باينه في لمستين يد، لو واحده فيهم مش صحيحه فالثانيه صحيحه. والحكم يعني عمل من بنها قال له لا والله الاهلي هيوصل النهائي، يعني هيوصل النهائي. مش عارف هو احنا اصلا هنعدي له؟ يعني احنا كنادي الزمالك هنعدي له؟ انا الله مش عارف. الاهلي وصل النهائي هيلعب بيراميدز معروفه. في حاجه عايز افهمها بعيدا عن كون ان انا زملكاوي او اهلاوي، يعني ايه اللي بيعملوه مجلس اداره الاهلي ما يعرفش يعمله مجلس اداره نادي الزمالك؟ يعني كل الامور احنا شايفين كل حاجه. يعني الموضوع يعني انت شايف اداره الاهلي وشايف اداره الزمالك وعارف دول مين ودول مين، انت عارف كل حاجه. انا بسال سؤال لاداره نادي الزمالك، عشان احنا دلوقتي كان حالتنا حته ارض راحت، ودلوقتي علينا 3 قواضي وايقاف قيد، وفي قواضي ثانيه هتظهر لنا الفتره اللي جايه. فانت دلوقتي يعني بدل ما انت بتجيبنا لقدام انت رجعتنا لورا من ورا. يعني احنا اصلا كنا ورا بس كان حالتنا حته ارض، انت جيت ضيعت الارض وعملت لنا ديون وقواضي. يعني انت جيت بقى بوظت لنا الدنيا. ايه الصعب في اداره نادي؟ يعني انت ايه اللي نجحت فيه في نادي الزمالك يا كابتن حسين؟ ايه اللي نجحت فيه؟ احنا متمرمطين في كابتن محمود الخطيب وقعدهم باستاد. يعني كابتن محمود الخطيب بيعمل لهم استاد لجمهور النادي الاهلي. انت عملت لنا ايه؟ انت ضيعت كل حاجه مننا. يعني والله العظيم بجد انتوا قلتوا ان انت، وما تخلينيش احط الموضوع في دماغي يا مدام لميس وخلاص انا مسكت رئاسه نادي الزمالك والموضوع انتهى والكلام اللي كان قديم ده مش هيحصل تاني، وعشمتنا وقلت لنا كلام. ودلوقتي الزمالك يعني في ذمه الله، الحمد لله بفضل الله شكرا سبحان الله الموضوع انتهى. يعني الزمالك بيشحر، يعني انت عليك اصلا فلوس. يعني دلوقتي انت عليك فلوس ومعكش فلوس مرتبات للعيبه اللي موجوده حاليا، ومعكش فلوس تجيب صفقات اصلا. والارض اللي انت كنت مسنود عليها واخد قروض على حسها وعلى بسببها يعني راحت منك. فانت دلوقتي هتعمل ايه فينا اكتر من كده؟ عرفنا. ولو انت مش قد المكان اللي انت فيه ده سيبه وامشي، اكتر ما تخرب اكتر ما هي خربان. يعني والله العظيم بجد انت دمرت نادي الزمالك حرفيا يا كابتن حسين، انت ومجلس اداره نادي الزمالك الحالي. انا مش هتكلم على الاهلي ولا هسيبك من الاهلي يا عم ناس فشله وعاملين كل حاجه. انت عملت ايه؟ انت نجحت في ايه؟ انت ده الناس بقت مكسوفه تلبس تيشيرت نادي الزمالك بسبب اللي انتوا بتعملوه. انا دلوقتي مش عارف انا يعني مصيري ايه الفتره اللي جايه دي. هل الزمالك هيرجع تاني ولا الزمالك خلاص كده الموضوع الارض ده هتظهر ديون جديده وهنبدا بقى نبيع اللعيبه وكلام من ده وهنعيش في 10 سنين جديده يعني زي العشريه السوداء ولا ايه بقى؟ عايزين نفهم. اطلع بعد اذنك وضح للجمهور وقول الحقيقه. انت قادر تدير دير، مش قادر تدير مع السلامه شكرا سبحان الله. احنا تعبنا. يعني رايحين نلعب ماتش السوبر وعندنا لعيب مصاب والقيد موقوف وهنلاعب بيراميدز. بيراميدز مش هيسمع علينا في السوبر. هو يانيك فيريرا ده يعني مدرب محنك مش محنك، والله العظيم مدرب محنك. احنا الواحد لما بيصدق الاهلي يتعادل انا بسجد لربنا شكر ان الاهلي تعادل، بيديني امل ان انا اخش ان انا موجود انا بقى. يعني انا معاكم. انت ما هتلعب لوحدك انت ولا انا؟ يعني انا ما انتوا طالعين دور المجموعات الاهلي وبيراميدز، انا بقى يعني انا يعني ما انت برضه لازم تبقى انت يعني خدت بالك. وبعدين خلاص يعني الاهلي تعادل بقى، يعني انا انزل النهارده انا اكل يعني بص يعني هاكل النجيل. انا مدرب عنده مشكله في قدام. اصل هو مدرب محنك مش محنك. يعني فيريرا مدرب محنك، في فرق في الحرف يدمر ميتين ام الجمله. هو مش محنك، هو محنك.
كان عنده مشكله في الشوط الثاني، دلوقتي ربنا كرمه يعني الحمد لله. احنا كنا ناويين في نيتنا نجيبوا له مدرب للشوط الثاني ويبقى مدرب هو للشوط الاولاني. دلوقتي هو عنده يعني مشكله في الشوط الاول وفي الشوط الثاني. يعني هي كملت بقى من مجاميعه بقى، يعني مدرب عنده مشكله في الشوط الاول وفي الشوط الثاني، هو مش عارف يدير المباراه. انا بقول نخليه هو يعني يمسك اخر الحاجه الاكسترا تايم ونجيب مدرب جديد يدرب الشوطين. ما يعني انت هتعمل ايه؟ هتجيب مدرب للشوط الثاني ومدرب للشوط الاول وهنيك فيريرا ده يقعد باشا هو جون ادوارد في النادي مثلا؟ ولا يعني هنعمل ايه؟ مش اللعيبه دي خدت فلوسها؟ اللعيبه دي مش خدت مرتباتها؟ ده احنا ربنا الجون ده جه من عند الله. الزمالك ما جابش الجون بتاع النهارده، ده 20 30 لمسه في ال 18 وفي الاخر لقينا الكره في الجون. يعني الحمد لله ان احنا طلعنا ما خسرناش. يعني برضه في حاجات احنا ما خسرناش، احنا تعادلنا. الاهلي تعادل احنا نتعادل، الاهلي يخسر احنا نخسر، الاهلي يكسب احنا نكسب. لازم نحافظ على التباعد، في 3 بونت بيننا وبين الاهلي لازم نحافظ عليهم. معلش انا ما يعني الضغط النفسي اللي بيبقى فيه اللعيبه وهم في المركز الاول غير الضغط النفسي اللي بيبقى فيه اللعيبه وهم في المركز الثاني. طب خد المركز الثاني، انا راضي قسما بالله، انا كعبد الله راضي اخش بطوله افريقيا السنه الجايه. يعني انا راضي ان هي اخد مركز، الاهلي ياخد المركز الاول يا عم، انا اخد المركز الثاني. مش يلعبوا هما الاثنين في افريقيا وانا راح العب في الكونفدراليه. ما هو يعني ما يديش ربنا، واللي حصل النهارده ده ما يديش ربنا. وانا راجل اصلا كل مره اقول انا ابن كذا لو قعدت اتفرج على الماتش ده تاني، لو الزمالك ده انا بص انا مش هقعد اتفرج تاني وزي مش عارف مين، وفي الاخر تلاقيني برضو قاعد بتفرج على الماتش ولابس التيشيرت وما اعرفش. احنا يعني بص ما بقاش يحوق فينا يعني مهما يحصل بقى. خلاص بقى هو الصقر احمد حسن قالها بين الشوطين، قال لك الزمالك لو عايز يكمل في المنافسه يكسب الماتش ده. الزمالك قال له لا. والله انت عايز اكمل في المنافسه، انت بتبتزني عشان اطلع فوق وابقى في المربع الذهبي ويبقى فيه مطوشه حلوه. والله ما انا عاملها يا رب، والله ده انا متعادل النهارده اهو. اللعيبه هي بسم الله الرحمن بزيرة، وقعدنا اول 10 ايام في الدوري او اول 15 يوم طلعنا لعيبه نادي الزمالك دي السما، هم خسفوا بينا الارض بسم الله ما شاء الله. بص اهم تحس ان في حاجه غلط، حد ماسك كرباج للعيبه، حد بيعمل لهم حاجه زي ما انتم شايفين كده. خلاص يعني بعد كده اتفرج على ماتش الاهلي تعادل، ما تتفرجش على الزمالك بقى. انت الاهلي خلاص كده، الزمالك كده تعادل، طب ما انا تعادل يبقى الزمالك تعادل. احنا ما عندناش روح ان احنا يعني ناخد مركز اول والكلام ده مش هيحصل. لا لا لا، عيب. كل واحد في البلد دي عارف تمام نفسه. عيب. احنا طموحنا مركز ثاني وهو انتوا طموحكم مركز اول، وبيراميدز طموحه ياخد المركز الثاني اللي انا طمحان ان انا اخده. فيعني الشغل عليا انا في الاخر بقى، ويعني وكل واحد منه لله.